لما تسمع جملة اعتدى فلان على فلان، في الغالب سيذهب ظنك إلى اعتداء جسدي أو لفظي قام به شخص تجاه آخر، صح؟ صح. يا أخي في معنى في القرآن صادم غير مفهوم الاعتداء على الغير في ذهني. الله سبحانه وتعالى يصف من يكذب بالحق فيقول مناع للخير معتد مريب، وفي موضع آخر مناع للخير معتد أثيم. ما معنى ذلك؟ يأتيك أحدهم فيقول والله يا أخي صاحبنا الفلاني يمر بضائقة، خلينا نقف معه، فترد لا ما يحتاج، خليه، هو ما شاء الله عليه يستطيع يدبر نفسه، سيساعد نفسه. هذه الجملة التي قلتها ربما على عجل هي اعتداء على أخيك في ميزان الله، أنت اعتديت عليه لأنك منعت عنه الخير. أو مثلا يسألك أحدهم عن زميل لك في العمل، وأنت تعلم أن السؤال يتعلق بترقية له أو مكافأة أو فرصة ينتظرها منذ زمن، فتقول والله لا بأس به، عمله جيد بس في قصور، هناك من هو أولى منه، ثم تسهب في النقد وتغفل الفضائل فتطفئ وهجه وتحجب عنه الخير. اعتديت عليه، لا بيد ولا بلسان فاحش، بل بكلمة ظاهرها النصح وباطنها الحسد، منعت عنه الخير. يذكر أحدهم في مجلس فيثني الناس عليه وعلى تميزه، فتجد في نفسك شيئا فتقول يعني أنتم لا تعرفونه، لو علمتم ما أعلم لما مدحتموه. منعت عنه الذكر الطيب، منعت الخير عنه، وبالتالي اعتديت. المناع للخير يطلب منه معروف، مشورة، علم معين، وهو قادر على تقديم شيء لكنه لا يفعل، لا ينصح أحدا ولا ينبه أحدا، بل ربما يثبط من يريد فعل الخير. وقد وصف الله هذا النوع في قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. منع الخير قد يكون في شكل دولة تحارب كل مشروع فيه نفع للناس، قد يكون في شكل تاجر يرى في نجاح التجار الصغار خطرا عليه فيبدأ بالتضييق وكسر الأسعار والاحتكار وغيره، بل حتى في عالم الأطفال قد ترى طفلا يستأثر بلعبة معينة ويمنع غيره دون أن يرى بأسا في ذلك. ولكن ما الذي يجعل الإنسان يمنع الخير عن غيره؟ ما الذي يدفعه ليغلق بابا كان يستطيع أن يفتحه أو يطفئ نورا كان يمكن أن يشع؟ ما هو التصور الذي يجب أن يعالج؟ أولا سوء الظن بالله. من يسعى إلى منع الخير عن الناس يظن أن الفضل بيده، وأن رزق الناس ونصيبهم من الحياة مرهون برغبته وسلطته، وينسى أو يتجاهل أن الله هو الذي قسم الأرزاق، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، ويسخر بعضنا لبعض. يقول الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الأمر الثاني خلل في الولاء الإيماني. أمرنا الله أن نكون أولياء لبعضنا بعضا، أن يعين بعضنا بعضا، أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن كنت تريد أن تطهر نفسك من هذا المرض الخفي وأن تنجو من وصف مناع للخير معتد أثيم، يجب أن تؤمن يقينا أن الله هو الذي يقسم الأرزاق ويمنح الفضل لمن يشاء بحكمته وعدله ورحمته. أن تعلم أن ما قدره الله لغيرك لن تأخذه بمنعك، وأن اعتراضك في الباطن لا يغير القضاء بل يفسد قلبك. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يجب أن تؤمن أن نجاح غيرك لا ينقصك بل ينميك، وأن علو شأن أخيك لا يعني سقوطك، وأن الخير إذا عم نالك منه نصيب ولو لم تقصده، وأننا أبناء أمة واحدة وأعضاء جسد واحد، إذا فرح أحدنا وجب على البقية أن يباركوا ويدعموا ويقفوا معه. عندها لن تكون مناعا للخير بل فاعلا للخير ومن أهل الخير. السلام عليكم.